قاعد شايف استريح شويه. ايه يا بابا في ايه؟ يلا شوف لي ايه اللي باظ في المروحه وصلح لي كهربة البيت ده كله. هو حد قال لك يا بابا اني كهربائي وبعدين صلحها انت؟ انا بخاف. بتخاف؟ اخس على الرجاله. وبعدين ايه اللي اصلحها؟ امال انا مدخلك كليه تجاره ليه؟ يا بابا التجاره ديت يعني شغل حسابات وبنوك، مش كهرباء وسلوك. ما الكهرباء دي يا ابني ما هي الا حسابات وشويه سلوك. ازاي يعني يا بابا؟ وبعدين انا ما بفهمش في الكهرباء اصلا وبخاف منه. واضح كده انك خايف، وانا اللي كنت مفكر ان انا خلفت رجاله. يا خساره. ومين قالك انك ما خلفتش رجاله يا بابا؟ مع عمايلك اللي بتقول كده خايف لي من شويه سلوك. اخس على الرجاله. طب انا هثبت لك بقى يا بابا انك مخلف رجاله. ده انا اصلا صحابي مسميني في الشله احمد كهربا. ده انا لما كنت باجي اعمل تيست سلك زي ده كنت بعمله بايدي مش بنفك. مش باين عليك الكلام ده يعني يا كهربا، اللي باين عليك ان انت خايف. طب انا هثبت لك بقى اني مش خايف وان اسمي احمد كهربا. هتثبت ازاي يعني؟ انت بس سيبني 5 دقايق وانا هعرف لك العطل فين واصلحه لك كمان. اما نشوف. هبعت لك العده مع محمد. الحمد لله هنوفر فلوس الكهرباء، واهم حاجه ان انا مش هصلحها بنفسي عشان ما اتكهربش. بقول لك ايه يا احمد، انا عايز اسالك سؤال. اسال. انت اشتغلت في الكهرباء قبل كده او بتفهم فيها اصلا؟ انت ازاي يا ابني تسال سؤال زي ده؟ لا طبعا. الله يطمن قلبك. ايه ده بقى؟ هو مش ده مفك تيست؟ امال انا اتكهربت ازاي؟ هو انت حتى مش عارف المفك التيست من المفك العادي؟ لا طبعا عارف، ده انا خبير يا ابني في الحاجات دي. هو ده المفك التيست. هو ده يا فالح المفك التيست مش اللي معاك. هو انت مفكرني مش عارف ولا ايه؟ انا كنت بختبرك بس. طب اشتغل يا اخويا اشتغل. ها لقيت له عطل. شكله كده هو ده اهو. وعامل لي فيها بتفهم في الكهرباء. وعامل لي فيها مهندس كهرباء وتقول لي احمد لمبه واحمد فيشه. ده تكنيله. هو ما فيش غيره اللي هيعملها. ايه ده؟ مالهم دول يا بابا؟ لا ما فيش، ده هم بس تعبوا شويه فقالوا يريحوا. يريحوا؟ انا مش مطمن. طب انت جايبني هنا ليه يا حاج؟ انا دايما بقول عليك ارجل واحد في عيالي. انا مش متعود على المعامله الحلوه دي. امرني يا حاج. عايزك بس تشوف لي ايه اللي بايظ في المروحه، ولو صلحته هديك 100 جنيه. 100 جنيه؟ طب تعرف بقى يا بابا ان انا اصحابي مسميني في الشله محمد كهربا. ومش بس كده، ده انا لما باجي اعمل تيست السلك بعمله بايدي ما بحتاجش مفك تيست. انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ اعتبر الموضوع خلصان يا حاج. انا عايزك بس تديني 5 دقايق وكل حاجه هتبقى زي الفل. هو انت بتفهم في الكهرباء اصلا؟ عيب عليك يا حاج، ده انا مهندس كهربا من وانا في بطن امي. ماشي يا عم كهرباء اشتغل يلا. ماشي، بس اهم حاجه ما تنساش ال 100 جنيه. ماشي يا عم مش هنساها، بس خلص انت بس. ما قلت لك عيب عليك يا حاج، انا عايزك تثق فيا. واثق يا اخوي. ما سمعتش الصوت كهرباء يعني. الواد ده شكله هينجح ولا ايه؟ انت كمان الظاهر ان انا ما خلفتش رجاله. نسيتني ولا ايه يا بابا؟ ياسين يا ارجل واحد في عيالي. ما انا عارف. انت اللي هتصلح الكهرباء صح؟ ولا هتخيب ظني فيك زي الكلاب دول؟ ابقى عليك انا مهندس كهرباء. الحمد لله مش هجيب كهرباء. لا والاهم ان انا مش هدفع جنيه. طيب يا باشمهندس ياسين هسيبك انا دلوقتي وامشي، وانا عارف ومتاكد انك هتصلحها.